الهوسة في السودان. ولماذا الهوسة؟ حقائق متراكمة حول قضايا الهوسة في السودان. معكم مصطفى شيني هكا، تابعونا. حلقتنا اليوم يا رفاقي عن الإعلام الظالم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف وأجمل خلق الله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين قتلوا في الإبادة الجماعية في النيل الأزرق. أولا، الهوسة في السودان مظلومون منذ استقلال السودان، ذلك لعدم اهتمامهم بالسياسة. ثانيا، الهوسة في السودان أكثر كارثة ومؤامرة لهم تهميشهم وعدم الاهتمام بهم، ذلك ما جرى لبعض القبائل في السودان يرون أن الهوسة ليسوا بسكان أصليين أو ليسوا بسودانيين. خير دليل عندما بدأوا ما يدعون بمكون السلطنة الزرقاء خطابهم الكراهية، لم يقف الإعلام لكي يوضح الحقائق، ظل صامتا. لماذا؟ لأن المكون قال في خطاب له: وفي نهاية المؤتمر خرج المعتمرين بالتوصيات الآتية: 1. نرفض رفض الباب تسييس الإدارات الأهلية. 2. احترام عادات وتقاليد وثقافة وتاريخ وعرس قبائل السلطنة الزرقاء بإقليم النيل الأزرق من قبل القبائل الموجودة بالإقليم. 3. إلغاء إمارة الهوسة وكل الإمارات والمجالس والوكالات والعمد والشيوخ والنظارات التي منحت إلى القبائل الأخرى. 4. أي قبيلة تسيء أو تستفز قبائل السلطنة الزرقاء تطرد من الإقليم، وخاصة قبيلة الهوسة. 5. سحب الرقم الوطني من قبيلة الهوسة. 6. منع قبيلة الهوسة من الزراعة في أراضينا. قلنا لكم واضح، بكره هسه يقول لكم المقتل زول ما تستبعدوا، وده انا ده نقتله انا ما نقول وشلكوا في جعباته. يقولكم النصيحه يجيب شليخات في جعباته عشان اقول لها علامه. وانا ما بعتذر لزول، وعسكري بتاع بوليس بقدر يجي بيتي ما في الا انا ميت، الا ابو شوتان يكون ميت عشان اوريكم انا فوق للقانون. مدير البوليس بدقه، القاضي القاعد هنا ده بدقه، انا سيد البلد ولا في كلام؟ في سيد غيري انا للبلد ده؟ يبقى انا بدق اي زول يتقني بهدفك، موضوع ما فيه نقاش عشان الكلام ده تعرفوه. لماذا لم تقف الحكومة والإعلام عندما قالوا مكونات السلطنة الزرقاء سيسلبوا وسيهرقوا وسينهبوا وسيسحبوا الهوية؟ لماذا؟ ونعم قالوا ونفذوا مخططهم، والإعلام ظل صامتا يقول نزاع قبلي بينما كانت إبادة جماعية. بأي فلاتي ما راضين بأي هوساوي، ويصل الحاصل يا شباب. شيروا يا شباب، دي النيل الازرق تنطفي. تمام، ده الحاصل يا جماعه. شوفوا بعينكم، انا رافع لكم لايف بدون اي عنوان كويس عشان تشوفوا الحاصل شنو. شوفوا بعينكم يا شباب، دي النيل الازرق الدمازين، دي النيل الازرق الدمازين، ده الوضع الحاصل يا جماعه. هاي الناس تشوف.
هنا قلنا كلهم والله لانه هم الحاجه مماته. ايوه طبيعي طبعا. دنجرتي يا ابو السوق دنجرتي عادي دنجرتي يا جون دنجرتي يا جون دنجرتي لا دنجرتي يا جون دنجرتي والله دنجرتي ما في عودة ما في ما تقول ما كلامي ما تقوم قال يا جماعه نزل ما جوكم خلاص اقتنعنا انت ترابا يا مرابك يا خمسه عشرين ميجا ويتا لا لا انت هذا لسه لنا باني من النبي يا صديقي الناس ديل يعني زي الثعالب ما بيجوا يواجهوك. انت تعال واجه مش داير تقاضي واجه، ما تجي بورا وحامل سلاح والزول مسكين ما عنده وقاعد في بيته الا يسمع. بينما كانت اباده جماعيه، قتلوا وصلبوا ونهبوا وشردوا الالاف وقتلوا الالاف وجرحوا المئات والالاف، كل ذلك والحكومه كانت لم تحرك ساكنه، والاعلام ايضا ظل يضلل ويكذب ويقول نزاع قبلي. عندما هاجموا الهوسة مرة ثانية الحمد لله حاولوا يدافعوا عن أنفسهم، وعندما هزموهم من أندرفاء بدأنا نرى الإعلام يظهر، وبدأنا نرى أو نقول ورأينا الوالي يظهر أمام الشاشة يقول نفذ صبره. وفي الحادثة الأخيرة أيضا عندما هاجموا الهوسة الحمد لله دافعوا على أنفسهم، وبدأنا نرى ونسمع العالم بأكمله خرج ويقول بطلوا ووقفوا لماذا؟ لأن الهوسة هزموا العدو بينما انتظروا الحكومة تدافع لهم، ولكن لا فائدة من ذلك لأنهم ليسوا بسكان أصليين كما يدعون. ربما ظلت الحكومة تقول دعوهم يقتلوهم، دعوهم يشردوهم،
والحمد لله دافعوا عن أنفسهم. وبدأنا نسمع أبو شوتال الدموي يقول صعوبة في مدرسة، والآن الحالة الإنسانية حقيقة صعبة جدا. يعني كنا نناشد وحتى الآن نناشد الدولة بفرض هيبة الدولة. طيب الآن معي سأعود إلى موضوع فرض هيبة الدولة. سأناقش معي الآن من إقليم النيل الأزرق عبر الهاتف عبيد سلمان أبو شتال، وهو زعيم قبيلة الهمج والقيادي بالإدارة الأهلية بالإقليم وهذا اسمها. نعرف منك أيضا يعني تفسير لما يحدث في النيل الأزرق. عبيد أيوة سامعك. سامعني؟ سامعك، وما بعرف إذا استمعت إلى سؤالي. طيب عبيد السؤال بتاعك لضيفك ولا لي انا شخصيا؟ لا ما انا عم بعرف فيك، لك السؤال اذا ما الذي يجري في النيل الازرق؟ والله ما جرى في النيل الازرق هي يعني هو الان اتحدث بانهم هم كلجنه عليا لقبيله الهوسه في المركز. يعني اللجنه العليا دي ذاتها هي سبب الاشكال ده ذاته، لان هي اججت هذا الصراع. الهوسه قصدك؟ الهوسه نعم. الهوسه هم من اججوا هذا الصراع بلجنتهم العليا دي في الميديا وعملوا استنفار عام على الهوسه الموجودين في كل ولايه السودان. واحد، اثنين، استنفار عام لكل الهوسه الموجودين في العالم وفي نيجيريا. دي مجموعه الموجوده في النيل الازرق عباره عن مجموعه بتاع بوكو حرام دارين ينقلوا الصراع بتاع بوكو حرام الموجود في نيجيريا الى النيل الازرق. والمساله دي ما بتبقى. المجزرة اللي تمت في المدينة 4 والمدينة 3 نفس المجازر اللي قاعد تتم في بتاع بوكو حرام. بس ليش قبيلة الهوسة يا أستاذ عبيد بدها تأجج هذا الصراع وضد من؟ ضد القبائل الأصيلة في النيل الأزرق. ومنها قبيلتكم؟ ومنها قبيلة الهمج، الرقاريق. وصلنا نهاية الحلقة. انتظرونا في الحلقة القادمة إن شاء الله. إذا عجبتك الحلقة اعمل شير واعمل لايك واعمل اشتراك في القناة عشان إن شاء الله كل جديد يصل لك. دمتم في رعاية الله.